اكتشفت ان معدل الحرق مش بيقل بعد العشرينات، وان الموضوع مش مربوط بالسن، وان الحقيقه ان في عامل تاني هو اللي بيخلي الحرق انه يقل. لما بدات ادور عن الموضوع اكتر لقيت ان في ابحاث اتعملت في اكتر من جامعه عن معدل الحرق مع عامل السن، والنتيجه فاجئتهم زي ما هي فاجئتني. الدراسه كانت عن ايه التغيرات اللي بتحصل من اول وانت مولود وعمرك 8 ايام الى كل مرحله في حياتك لحد ما توصل ل 95 سنه. يا رب نوصل لل 60 في الزمن اللي احنا فيه اصلا. المهم زي ما كلنا عارفين لقينا ان اعلى معدل حرق هو في فتره العشرينات الاولانيه، بس المفاجاه كانت ان من اول 25 سنه لحد 60 سنه معدل الحرق طالع زي بعض وفي فرق بسيط، وبعد ال60 المعدل بيقل. طب لو هي المشكله مش في معدل الحرق، ليه بنواجه مشكله ان احنا نقدر نخس في الفترات الاخيره بتاعت العشرينات او بعد ما نعدي ال30؟ والحقيقه المره اللي مش هتعجبكم هي ان مع دوره الحياه والفترات اللي بنعدي بيها من اول الحضانه والمدرسه والتدريب في النادي والكليه والشغل، الحياه بتبتدي تبطأ مش زي الاول. يعني ايه تبطأ؟ ده احنا شغالين بقره في ساقيه وعمالين نجري ما بنقفش. مش قصدي عن بطء الروتين الحياه، قصدي عن بطء الروتين جسمك. كل ما بنكبر بنبدا نقلل التمارين اللي احنا كنا بنتمرنها، وبنقعد كتير اذا كان في شغل او في اليوم، وبننام اقل والضغط بيزيد. عكس زمان لما كنا في فتره العشرينات او اقل، كل اللي كنا بنعمله ان احنا ننزل كتير ونجري ونلعب وننام كويس، وما كانش فيه اي عوامل من عوامل الضغط. كل دي اسباب كافيه انها تقلل معدل السعرات الحراريه اللي جسمك كان متعود عليها. فالحقيقه ان هو احنا بنواجه صعوبه ان احنا نقدر نخس من بعد فتره العشرين والثلاثينات، بس مش بسبب اشاعه ان معدل الحرق بيقل اول ما نكون اتخرجنا من الكليه او اتجوزنا او دخلنا بعد ال30، بس بسبب ان عاداتك واولوياتك اتغيرت عن قبل كده.